ممكن الواحد يكون بيتكلم إنجليزي كويس جدا وعنده كلمات كتير قوي، بس في جملة واحدة بس لو اتقالت ممكن في ثانية واحدة تدي انطباع إن المستوى لسه في الأول خالص. طيب خلينا نتخيل الموقف ده مع بعض، مقابلة شغل مهمة والجو كله احترافي وكل حاجة ماشية زي الفل، وفجأة يجي السؤال البسيط ده. فالواحد بيرد بكل ثقة وابتسامة على أساس إنها إجابة سهلة ومباشرة، لكن للأسف الإجابة دي ممكن تكون هي السبب اللي يقلب مسار المقابلة كلها. في اللحظة اللي بتتقال فيها الجملة دي، نظرة اللي قدامك بتتغير. جملة واحدة بس كانت كافية عشان تحط ختم المبتدئ ده على مستواك في الإنجليزي، مهما كنت قوي في باقي الكلام اللي قلته. طيب، المشكلة فين؟ المشكلة كلها بتبدأ من الترجمة الحرفية. أصل إحنا في العربي بنقول أنا عندي كذا سنة، فطبيعي جدا نفكر بنفس الطريقة وإحنا بنتكلم إنجليزي، لكن الحقيقة إن المنطق هنا مختلف تماما. لما حد بيقول I have 20 years لمتحدث أصلي، اللي بيوصل لدماغه صورة غريبة قوي، كأن العمر ده حاجة مادية، حاجة الواحد ماسكها في إيده، ودي أكبر علامة على إن الشخص ده لسه بيفكر بلغته الأم مش باللغة اللي بيحاول يتكلم بيها. وعشان كده اللي هنعمله النهارده ده أشبه بعملية جراحية دقيقة وسريعة للقاعدة دي، عشان نتجنب أي مواقف محرجة زي دي في المستقبل. طيب، خلينا نبعد شوية عن المواقف الرسمية. نتخيل إننا في قاعدة مع أصحابنا الأجانب والكلام رايح جاي وممتع جدا. فبتحكي عن أختك وبتقول الجملة دي، فجأة تلاقي سكوت غريب كده في القعدة والناس بتبص لبعض بحيرة. المحادثة اللي كانت ماشية كويس وقفت. ليه؟ وهنا بقى بتيجي القاعدة الذهبية اللي بتغير كل حاجة. في الإنجليزي إحنا مش بنملك عمرنا، إحنا بنكون عمرنا. العمر ده صفة فينا مش حاجة بنمتلكها، وده تغيير جوهري في طريقة التفكير نفسها. وبما إننا فهمنا إن العمر ده الصفة، فالحل بسيط جدا ومنطقي. المعادلة الجديدة دي هتخلينا ما نقعش في الغلطة دي تاني خالص. بص، المعادلة سهلة قوي، 3 خطوات وبس. نبدأ بالفعل، بعده على طول فعل الكينون المناسب اللي هو am is are، وبعدين نحط الرقم وبس كده. يعني ببساطة شديدة بنقول I am 27 أو he is 31 أو they are 41 and 42. سهلة واضحة جدا. بس استنى لحظة، في فخ تاني، فخ للأسف بيقع فيه حتى الناس اللي مستواهم متقدم. الغلطة دي ممكن تكون أخطر من الأولى. ليه؟ لأنها بتدي إحساس إن الشخص فاهم القاعدة كويس لكن بيطبقها نص نص، وده بيعمل لخبطة أكتر. الغلطة كلها بتحصل لما الواحد يقول he is 30 ويقف. القاعدة واضحة، يا إما تقول الرقم لوحده he is 30، يا إما تقول الجملة كاملة على بعضها he is 30 years old. مفيش أي حل في النص. عارفين زي إيه؟ تخيل المنظر، بدلة توكسيدو في منتهى الشياكة بس ملبوس عليها شبشب، التركيبة كلها على بعضها غريبة ومش راكبة. هي دي بالظبط جملة he is 30 years لوحدها. طيب ليه الغلطة دي منتشرة قوي كده؟ ليه عقلنا بيقاوم إنه يتبنى الطريقة الصح؟ السبب ببساطة إن الترجمة هي منطقة الراحة الطبيعية للمخ، هي الطريق الأسهل والأسرع. لكن خلينا نتفق على حاجة مهمة. الطلاقة الحقيقية عمرها ما كانت مجرد تبديل كلمة عربي بكلمة إنجليزي. الطلاقة الحقيقية هي الوصول لمرحلة التفكير باللغة نفسها. ولما الواحد بيصلح غلطة زي دي بوعي وتركيز، هو مش بس بيصلح جرامر، لا، هو بيغير مفتاح جوه عقله، كأنه بيقول لنفسه أنا دلوقتي بفكر صح كمتحدث أصلي. ودي خطوة نفسية قوية جدا في رحلة إتقان اللغة.